حصل خلاف بين الشيخ الألباني وبين زوجته، اه واشتد الخلاف، يعني اشتد اشتداد قوي. نعم. والله فنزلت إليهما في الأردن الحبيب، وحكموني في القضية. سبحان الله. الشيخ الألباني وزوجته حكموا القضية، يا الله. وكان فكنت أعرف المشكلة، وهي أن زوجته تتحمل كثيرا من الأعباء يا الله. بكثرة الضيوف والعمل وما شابه ذلك. وهي عندها آلام كان في الظهر نعم. وكذا. فلما بدأت قلت تفضلي تكلمي، مم. فغضب الشيخ. قال الشيخ أنت لا تعرف الشرع، أنا المدعي وأنا الأكبر، وأنا قلت أنت حكمتني خلاص فانتهت ترضى قضية ولا انسحب. فغضب، مم. فقصت قصتها كما يقص النساء قصصهم من أزواجهم، مم. يعني وأنه يتعبها، وأنها تمسح المكتبة، وأنها كبيرة في السن وضيوفه كثير. مم. فقلت أحكم في القضية. فقال الشيخ تحكم بدون أن تسمع مني؟ قلت نعم. قال استغفر الله، أنت ما تعرف؟ والشيخ يعرفني. الشيخ ما أدرك ماذا أفعل، فحقيقة لاحظت أن وجهه تمعر. قال تسمع بدون ما تسمع من الطرف الثاني؟ قلت أحكم بدون ما أسمع ولا أخرج. يا الله. أنا كذا مم. قلت إما أخرج وما أحكم. قلت حكمتني؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل الشيخ. قلت أحكم أنك ظالم، الله أكبر. وأنها مظلومة، وأنك تكلفها بكل هذه الأعباء، مم. وبناء عليه أحكم أن تأتي بزوجة ثانية يا الله. تعينها في البيت. كانت هذه أصل المشكلة يعني. يعني فكانت هي لما قلت وأنت ظالم، فهي سرت سرورا بالغا وهو تمعر. كيف أحكم؟ قلت عليك عاجلا أن تأتي بزوجة ثانية تساعدها في البيت، واحدة للمكتبة الجديدة للمكتبة، وذيك للمطبخ وللبيت. وقالت فانقلب وجهها وانقلب وجهه، فأدرك الشيخ ماذا أريد، فقالت أنا ممكن أفكر أكفيه في البيت كله.